السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم من مصنعنا مصنع المتر كول. النهارده شرفنا اخونا وحبيبنا الحاج محمد منصور من ابو المطامير البحيره حلواني كبري. الحاج محمد جه معانا من اسبوعين، اتفق على مواصفات معينه في ثلاجات حلواني. الثلاجه دي احنا مسمينها عندنا الثلاجه المودرن الايطالي، بس الحاج محمد اضاف لينا ان هو عايز تصميم. صراحه الراجل ما بخلش على الثلاجات وخلانا ابدعنا فيها، والحمد لله طلعت معانا زي ما حضراتكم شايفينها دلوقتي. فاحنا بنرحب بالحاج محمد. اهلا وسهلا بحضرتك يا عم الحاج. حبيبنا ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ عرفنا بنفسك ومكانك. محمد منصور اسماعيل من حلواني كبري ابو المطامير. الاول تسلم ايديكوا بامانه، يعني حاجه ما كنتش متخيل ان هي تطلع بالشكل ده ولا بالجوده دي. تسلم ايدك يا مولانا. حاج محمد، حضرتك اتفقت معانا واديناك ميعاد للتسليم. عايزك تكلمنا عن التسليم وعن الميعاد، والنهارده حضرتك بتستلم معانا، تتكلم معانا على التفاصيل اللي حضرتك طلبتها في الثلاجه. لقيتها موجوده؟ لقيت في اي تقصير من يمتنا؟ احنا بنقبل النقد السلبي برضو، لو حضرتك عايز خد راحتك في الكلام ما تقلقش. قسما بالله اللي احنا اتفقنا عليه ما شاء الله كله اتنفذ. تسليم زي ما اتفقنا بالظبط ان شاء الله. الباشمهندس احمد كفايه استقباله، والرجاله كلها تسلم ايديها بالنسبه للتصنيع وكفاءه الشغل. عايز اسالك عن السعر. هو الثلاجات دي سعرها عالي شويه عشان المواصفات اللي اتعملت فيها. بالنسبه لسعر السوق، بالنسبه حضرتك طبعا اكيد سائل وعارف الاسعار ايه، والسعر عامل معاك ايه؟ معلش هي في حته بس بالنسبه للسعر. انا يوم ما نروح نجيب ثلاجه ايطالي او ثلاجه تركي، انا هندفع قد ثمن الثلاجه ديت مره واثنين وممكن ثلاثه لو احنا وصلنا للثلاجه التركي. طب احنا لما ناخد مواصفات بنفس الثلاجه التركي او الثلاجه الايطالي وتدينا نفس الجوده وبسعر اقل من سعر الايطالي او السعر التركي، خلينا نتكلم على الثلاجه التركي اقل من نص السعر، يبقى احنا كده حققنا معادله صعبه جدا ان احنا نلاقيها عند الباشمهندس احمد. عم الحاج، النهارده الثلاجه احنا بنقول لك الضمان معاك سنه، وده خدمه ما بعد البيع فعاله. لو ادام احنا اديناك ضمان، لو في اسوان ان شاء الله هنكون معاك وفي خدمتك، ويمكن العملاء بتوعنا عارفين حاجه زي كده. احنا بنشكرك لثقتك فينا، وحابب اقدم لكم الثلاجه النهارده. يعني الثلاجه دي اول مره تطلع من مصنعنا بالديتيلز ديت. الحاج محمد اديته زي الفل والله، وان شاء الله نتمنى له التوفيق من مصنعنا مصنع المتر كول. هنتفضل حضراتكم نوريكم الثلاجه. الثلاجه جايه بتصميم مختلف تماما. الثلاجه جايه تصميم كوريان الكوري. الديزاين اللي الحاج اختاره. عندنا اللحامات زي ما حضراتكم شايفينها، تقفيل. ثلاجه مودرن، ثلاجه بتظهر كل منتج العميل، ما ينفعش يتحط فيها اي منتج. دايما اول ما العميل يجي يتكلم معايا عن الثلاجه بقول له الثلاجه دي فضاحه ليا وليك. يعني الثلاجه دي لو انا فيها اي تصنيع غلط معايا هيبان، هيظهر على طول واضح. وكذلك لو المنتج بتاع حضرتك فيها مش قد كده هيظهر برضه، هيظهر عيوبه وهيظهر مميزاته. ولو المنتج معاك كويس الثلاجه ان شاء الله هتظهره وهتحليه وتخلي جودته اعلى واعلى بكتير. الثلاجه زي ما حضراتكم شايفينها اهيت، كل التفاصيل هنفرجكم عليها، ونتمنى لكم التوفيق. والمتر كول اسم يستحق الثقه. شرفتنا يا حاج محمد ونورتنا، ونتمنى لك التوفيق ان شاء الله. ويا رب يكون فتحه خير عليك ووش سعد عليك باذن الله. اللهم امين، وربنا يوسع علينا وعلى كل المسلمين. حبيبي يا عم الحاج، شكرا معاك. شكرا. السلام عليكم.